أسئلة كثيرة لا بد أن تثور في أذهان وأن تثير أعصاب بعض الإخوة. لماذا هذا الحديث عن قضية على أهميتها هي خارج اهتمامات أخرى نريد أن تكون أولوية من يؤطرنا داخل العمل الدعوي والتربوي. ارتباطنا نحن المغاربة بفلسطين هو ارتباط بموجب حبل العقيدة المتين. رابطة العقيدة الإيمانية والأخوة الإسلامية وواجب ما سطر في القرآن والسنة وتاريخ الإسلام هو الذي يربطنا بفلسطين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة والأخوات الكرام والكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثي عن القدس أبدأه وأنا أستحضر أسئلة كثيرة لا بد أن تثور في أذهان وأن تثير أعصاب بعض الإخوة. لماذا هذا الحديث عن قضية على أهميتها هي خارج اهتمامات أخرى نريد أن تكون أولوية من يؤطرنا داخل العمل الدعوي والتربوي وفي معترك الصراع السياسي وفي ساحة الوطن التي هي أيضا جزء من أرض الإسلام والتي تعج بمصائب وكوارث وانهيارات وتحولات وتتهددها مخاطر ومآزق أكثر سوادا مما هي فيه الآن. سوف أتحدث دون أن أجيب عن هذا السؤال الكبير وأنا أستحضره، وسوف تجدون جزءا من الجواب في داخل المحاضرة رغم أن الحديث لن يخرج أبدا عن فلسطين. ارتباطنا نحن المغاربة بفلسطين هو ارتباط بموجب حبل العقيدة المتين. رابطة العقيدة الإيمانية والأخوة الإسلامية وواجب ما سطر في القرآن والسنة وتاريخ الإسلام هو الذي يربطنا بفلسطين. ولكن هذه الرابطة العقدية العامة اشترك فيها المغربي مع الأندونيسي من طنجة إلى جاكرتا. بتعبير مالك بن نبي نحن سواء تجاه فلسطين بموجب هذه العقيدة، نحن أمة واحدة وقضية القدس قضيتنا جميعا على نفس المستوى. لكن يضاف إلى هذه الرابطة الإيمانية التي نستوي فيها مع غيرنا من أبناء هذه الأمة الإسلامية العظيمة اعتبار آخر ورابط آخر وحبل متين آخر، حبل نسجته وقائع التاريخ وأحداث الزمان العظيم، زمان عزة الإسلام وعلو كلمة لا إله إلا الله. وصحيح أن هذا الخيط نسجته أيضا هذه العقيدة، إلا أنه استقل عنها وأصبح قائما بذاته. فتاريخ العلاقة بين المغاربة والقدس أصبح جزءا من تاريخ ينبغي وعيه ودراسته وتحمل المسؤولية تجاه الارتفاع إلى مستواه وصون العهد والذمة التي في أعناقنا لمن صنعوا هذا التاريخ ووضعوا فيه مواثيق وعهود وأمانات وحسابات وضوابط ومستلزمات.
ولهذا لا أريد الخوض في المستوى الأول، لأنني أتصور ولله الحمد أنني مع نخبة من الإخوة والأخوات الذين يمتلكون هذا الحد الأدنى، ولو كنت مع جمهور المسلمين لكان يمكن التركيز أو التذكير أو حتى اختصار هذا المستوى الأول، لكن سوف أنطلق مباشرة المستوى الثاني. أريد أن أضيف لإخواني المحبين للقضية الفلسطينية المستشعرين بالخطر الداهم عليها، الذين يرون عبر الشاشات في الفضائيات الخطر المتجدد كل شهر ماثلا الآن بين أيديهم. لقد تواعد الصهاينة المتطرفون على أن يسعوا إلى اقتحام الباحة الخارجية في مرحلة أولى للمسجد الأقصى نهاية أو بداية كل شهر قمري. فنحن أمام تحدي كل 30 يوم من محاولة اقتحام كالتي مرت في 15 أبريل، والتي تداعى لها 10,000 من الصهاينة، تداعى في وجههم 15,000 من أبناء فلسطين، وانتبهوا من أبناء الخط الأخضر، أي ممن احتلت أرضهم وأصبحوا على الأقل على مستوى الأوراق إسرائيليين منذ أكثر من 57 سنة، فلسطينيو الخط الأخضر أو من يسمونهم عرب إسرائيل. ذلك أن الحواجز قد نصبت في وجه إخواننا الذين ما زالت قضيتهم أكثر اشتعالا وقضيتهم معلقة أكثر، وهم إخواننا من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. هؤلاء منعوا منعا كاملا، بل صاروا يمنعون حتى من الصلاة وتوضع في وجوههم العراقيل، وأتكلم عن سكان الضفة الغربية. أما سكان قطاع غزة فدونهم، ودون أن يصلوا إلى القدس خرط القتاد، ذلك أن مساحات شاسعة منذ سنة 1948 أصبحت تفصلهم عن الضفة الغربية وعن القدس بحجة أنها أرض إسرائيل. تداعى 15,000 لم يكونوا يملكون إلا صدورهم العارية، وضعوا أرواحهم على أكفهم وتقدموا في وجه الإدلال الصهيوني والقمع العسكري والحواجز والعراقيل والتهديد، وإمكانية أن ينفجر الوضع بمذبحة رهيبة يمضيها اليهود وبعد ذلك يستريحون، ويظنون بأنهم بذلك يريحون أقواما من الحكام العرب يسعون إلى أن يتخلصوا من القضية الفلسطينية لأنها تحرجهم، ولأنها تضيق عليهم، ولأنها تحول بينهم وبين أن يستكملوا التطبيع مع العدو الصهيوني، توهما منهم أنهم بهذا التطبيع يرضون العدو الأمريكي، وبالتالي يوقفون أو يخففون من الضغوط الممارسة عليهم تهديدا ومساومة وابتزازا فيما يتعلق بالقدس الشريف. القدس وداخلها المسجد الأقصى مهددان في كل لحظة بالتهويد الكامل. خطوات التهويد بدأت في القدس الغربية سنة 48 وكانت عنيفة وبشعة، وتهويد القدس الشرقية بدأ سنة 1967، والمسجد الأقصى إلى الآن كل معالم تهويده وإغلاق 4 أبواب من أصل 11 بابا، وحفر نفق تحته إلى الجهة الأخرى من المدينة بحجة الحاجة اللوجستيكية والسياحية، والإكثار من الحفريات تحته، رغم أن اتفاقية لاهاي تمنع منعا باتا التنقيب الأثري في الأرض المتنازع عليها سياسيا أو المحتلة عسكريا. ولكن حجم الحفريات تحت المسجد الأقصى وهي حفريات فارغة، ليست حفريات تحفر ثم تردم أو حفريات تدعم بدعامات. حجم الحفريات تحت المسجد الأقصى إخواني هي بحجم 3 ملاعب كرة القدم، سعة كل واحد منها 70,000 متفرج. كما لو أن عندك تحت المسجد الأقصى فراغ بحجم ملعب كرة قدم يسع 4 مليون من الناس. والآن بموجب القوانين الهندسية والأسباب المادية المفروض أن ينهار المسجد الأقصى، لأن ثقل جدرانه وسقوفه وبلاطاته والمصلين فيه أكثر بكثير مما تبقى من الأساسات والحجارة المرصوفة
والأعمدة غير المهدومة والمحفوظة.